السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله، وانت تحية كبيرة لكم الكل. كما راكم معكم لطفي دوبل كانو في فيديو جديد، ربما آخر فيديو على الانتخابات التشريعية 2017 بعد النتائج. والنتائج كما للأسف كنا متوقعينها، تمنيت نكون غلط ويحدث هذاك التغيير، لكن للأسف كما كانت متوقعة نفس الكتلة، نفس العقلية، نفس الكتلة الرئاسية. افلان ارندي 165 منصب كما قالوا العباس، راح نزيدوا 100 سنه اخرى. ارندي ونشتاج، هذه نفس العقليه يا جماعه، نفس البرلمان اللي فات، نفس البرلمان، نفس الكتله. فهمت؟ الفتات هذاك بدلوه شويه، بدلوا لهم شويه، اما الكتله قعدت هي. يا للاسف حنزيدوا نتوخروا 5 سنين اخرين، حنزيدوا نبهدوا 5 سنين اخرين، حيبقى مساكن هك الناس مدلولين يعني في البرلمان وترفع يدها لاي قانون يقترحوا النظام. للاسف الشديد يا جماعه ما كانش تغيير. هل ظنيتوا حقا أن السلطة هذه حابة تغير؟ هل ظنيتوا؟ لا يا أخي، هذه السلطة كيف تصرف صوارد باش أنت تبدلها، تصرف عليك وتشجعك باش تنحاها، باش تدير لها برلمان قوي نحاها هي. لا، ما كانش منها يا أخي. كيفاه تغريت، كيفاه تغريت يا أخي. هذه السلطة إذا حبت تغيير راهي بدلت حكومتها وبدلت الوزير وبدلت كذا وبدلت وعدلت للأسف يا أخي تغريتوا. بصح معليش، الناس كل تغلط، سي با غراف. كانوا يكذبوا عليكم يا جماعة. كل الناس اللي راح صوتت وراحت هذه يعني اللي شاركت في الحمله، سواء انتخبت على فلان ولا على مهما درت، فلا فلان اصبح الوكيل تاعك، ولا راندي اصبح يهدر باسمك. صاي ما دام قبلت اللعبه، واللعبه تقول لي يربح هو اللي يمثل الشعب، صاي اعطيتهم الحجه واعطيتهم، صاي قلت لهم هاك وكاله اهدروا باسمي. كل ما ينتخبوا قانون انت تسمى اللي انتخبته، مام حتى انت قلت لا بس حيقولوا لك لا، انت اعطيتهم الوكاله انهم يهدروا باسمك. شاركت في الانتخابات يعني سي بون، قبلت قواعد اللعبه، مهما يديروا فهم هدروا باسمك. اعطيتهم الشرعيه القانونيه باش يسرقوك، واعطيتهم الشرعيه القانونيه باش يزيدوا يعفسوك، واعطيتهم الشرعيه القانونيه باش يزيدوا يتعداوا على حقوقك. ما بقات لك حتى تريكلامي. يا اللي فوطا يا اللي ما فوتاش، اطمئن وكون الضمير تاعك هاني. يا ربي انا الناس هذوما متبري منهم من الاول، وجامي وكلت واحد يهدر باسمي، انا ما نستعرفش بيهم يا ربي من الاول خاطيني الناس هذوما. ال 15 مليون جزائري اللي ما انتخبوش، الله يبارك عليكم، تبريتوا منهم امام الله. ها يا ربي يدي نضاف منهم، اني خاطي مهما داروا قانون خمر ولا ما ربا ولا اني خاطي يا ربي. هم الناس اللي فوتاو وقبلوا اللعبه السياسيه تاعهم، قبلوا لعبة ومنظومة فازلة خبيثة، ولا يخرج عن الخبيث ولا يلد عن الخبيث إلا الخبيث. للأسف خاوتي كانوا يخوفوكم، يقولوا لكم كل ما تنتخبوش راهي تولي سوريا وليبيا وتتقلب البلاد والأيادي الخارجية. ها ال 15 مليون اللي ما انتخبوش يا جماعة، دركم قاعدين يديروا في مسيرة، ولا دركم قاعدين يجريوا ولا يكسروا؟ واحد ما عن باله يا جماعة. الايادي الخارجيه دخلت ملاتين بكريستيانو، والثلاثيه العجيبه تاع كريستيانو، واحد ملاتي بيكم، خوفوا فيكم يا جماعه. كانت حجه برك، هذا هو مشروع تاعهم من 2014، التخويف. البلاد راح تتقلب، يزربوا فوطي وغير ما كان والو يا جماعه. كل واحد يرجع لداره، والشعب لا يهمه، اللي ولده مريض ولده مريض، وتاع الجيش المتقاعدين مساكن هم يخموا كيف في حالتهم. كيما كليب تاع ديزاد شمس، ومسكين اللي ولده ولا حراق، والطفل الجامعي راهو يخمم مسكين، ها العام هذا كيفاه، والتلميذ راهو يخمم، والمعلم راه يخمم. واحد ما قاعد يخمم على الرئيس ولا على المنصب ولا على النظام. ولا ربي سهل عليكم، لا فوضى لا سوريا، وعلى تخوفوا في الشعب. انت راك اكبر شاهد باللي ما شوف من 2014 الى يومنا هذا، هل صارت مسيره ولا فوضى من اجل اسقاط النظام؟ لا، كل المسيرات اللي صراو يطالبوا من رئيس الجمهوريه انه يتدخل في حل مشاكلهم. الناس كل مستعرفه به، والناس كل ما تخممش على اسقاط النظام والفوضى. حتى الجيش الناس كلها جماعه. والله يا شعب جزائري ما هو حاب يخوفوا فيه بهذا الفوضى اللي ما ينتخبش دوك تتقلب. والله والو يا ناس، ما تقلبت ما تخلطت، ما كان والو. ها دوك كل واحد يرجع بلاصتو، فضت ما كان والو يا جماعه. كل الحكم في 5 سنين اخرين للاسف. قلبه الانسان يحزن، بس عاوش راح دير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا انتوكا الناس هذوما اللي ينتخبوا ولا اللي طلعوا في الانتخابات، لا فلان ولا راندي كل، والله ما نسبوكم وما ننتقدوكم وما نقولوا شياطه، لا يا لطيف، وما نقولوا منافقين، لا حنا نقولوا حاجه واحده برك، ربي يسهل لكم، وربي ان شاء الله يعطي يرزقكم برك الوعد هذاك والامانه، وربي يسهل لكم بعديك. سيفري راح نقطعوكم شويه، نغنيو عليكم، نديروا دي سكتش يبهدلوكم في الفيسبوك. صح هذه كما نقولوا بكل روح رياضيه، ما فيها حتى حقد ولا انانيه. كما كان يقول ابي بكر الصديق، كي ندير عمل، كي نطلع فوق المنصب، كي نولي رئيس، كي نولي مسؤول، ان اصبت فاعينوني وان اخطات فقوموني.
فان شاء الله ستستمر التقويم بالاغاني وبالسكاتش والفيديو والمقالات والتصور تاع امير ديساد. الله يفتح عليكم ان شاء الله كل كيما راكم، وتحيه الجزائر. السلام عليكم.